كتبتوا لستة الأدعية اللي هتدعوها في العشرة الأواخر لرمضان، وحطيتوا كمان الأدعية اللي انتوا هتدعوها للناس الوحشة اللي ظلموكوا في حياتكم. ايه رأيك لو تاخدي كل الوقت ان انت تدعي فيه لنفسك بكل حاجة، سواء منطقية او مش منطقية، انت بتدعي وبتطلبي من ربنا. فبدل ما تضيعي وقتك في ان انت تدعي على حد ظلمك، خد فرصة مش بتاعتك، مش عارف، وقع بينك وبين حد، ما عرفش ايه، كل الحاجات دي بدل ما تدعي بالحاجات دي ادعي لنفسك. تخيلي كده بعد فترة قريبة ان شاء الله ان انت بتعيشي الدعوة اللي انت دعيتيها لنفسك، بتعيشي الحاجة اللي انت تمنيتي ان ربنا يحققها لك. احساسها هيبقى احلى بكتير جدا من ان انت تشوفي دعوة دعيتيها على حد اتحققت فيه. فكده كده حقك عند ربنا ما بيروحش، لانه احنا بندعي على حد علشان بنستحضر موقف اتظلمنا فيه، موقف تعبنا، موقف معرفش ايه. فمش هنستفيد حاجة لو شفنا يعني غيرنا ده حصل فيه حاجة وحشة. الأحسن إن احنا نشوف أمنياتنا بتتحقق قدامنا وربنا بيكتبها لنا، ونعيش إحساس الفرح بتحقيق الأمنيات. تاني حاجة، بنستحضر الموقف كله، وبنستحضر الألم اللي احنا حسيناه في التوقيت ده، وبنستحضر كل حاجة. فده بيملأ قلبنا بالتعب، بدل ما احنا بنبقى واخدين الوقت ده علشان احنا نفضي فيه قلبنا ونفضي فيه نفسيتنا وندعي ونتقرب لله ونرتاح. لا، بنشحن طاقتنا بالحاجة السلبية ونقعد نعيد في المواقف الوحشة اللي حصلت معانا، وده بيخلينا طول الوقت تعبانين. فالوقت ده اغلى بكتير من ان احنا نشغل بالنا بحد وان احنا نقعد ندعي فيه على حد. ادعوا لنفسكم بكل حاجة، كل حاجة انتوا بتتمنوها، وان شاء الله ربنا يحقق كل امنياتكم. وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد عليكم. والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون بداية ريفيوهات روايات العيد. سلام.